بيكم في كلام إلهام. الحقيقة النهاردة عاوزين نتكلم في موضوع مهم جدا. فأي علاقة بين اتنين تلاقي فيه شخص أحيانا كده عنده عقدة نفسية معينة، وهي العقدة بتاعت إنه مستني حد ينقذه. دايما حاسس إن هو في مشكلة في مصيبة، ومستني الطرف التاني في العلاقة إن هو ينقذه ويحلله مصيبته أو مشكلته دي. عمركم شفتوا حد بيتصرف بالأسلوب ده؟ عمركم قابلتوا حد بيعمل كده؟ يعني مثلا الست اللي دايما تقول لا انا ما بعرفش اعمل كذا، ومستنيه دايما زوجها او خطيبها او الشخص اللي هي مرتبطه بيه يحل لها المصيبه اللي هي واقعه فيها دي ويحل لها مشكلتها. او الراجل اللي يقول لا انا ما بعرفش اعمل اي حاجه في البيت، حتى كوبايه الشاي انا لازم مراتي هي اللي تعملها لي، انا ما اعرفش ادخل لحد الثلاجه اجيب لنفسي ميه، لازم هي اللي تروح وتجيب لي كوبايه الميه وتحطها لي قدامي عشان اشرب، لو ما عملتش كده مش هشرب، لو ما عملتش كده مش هاكل النهارده. احنا بنكون حاسين ان هم عبء علينا وان هم بيتدلعوا، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ لكن في الواقع هم مش بيتدلعوا، هم فعلا من جواهم حاسين ان هم اقل من ان هم يعملوا الحاجات البسيطه دي، وان هم مستنيين الطرف التاني دايما ان هو اللي يبادر ويعمل لهم الحكايه دي عشان يحسوا بالاطمئنان. طب يا ترى ايه السبب في الموضوع ده؟ السبب دايما بيرجع تاني وهنقول لفتره الطفوله، وازاي الناس اللي كانوا حوالين الطفل وهو صغير بيتصرفوا معاه، وازاي تصرفاتهم دي اللي ممكن تكون غلط تنعكس عليه لما يكبر وتفضل معاه طول حياته. يعني مثلا الناس اللي حوالين الطفل ده، ام، اب، اخ، اي حد بيديله الاهتمام والرعايه، دايما يحسسه ان هو ما يعرفش يعمل حاجه بنفسه. لا ما تمسكش السكينه وتعمل لنفسك ساندوتش لحسن تتعور، اوعى تدخل عند البوتاجاز وتفتح عين البوتاجاز لحسن هتعمل حريقه. طبعا انا ما بتكلمش على الطفل الصغير اللي ممكن يأذي نفسه، لكن بتكلم عن الطفل يكون خلاص شد حيله كده ويقدر فعلا يعمل الحاجات البسيطه دي، لكن اللي حواليه بيمنعوه ان هم يعملوا الحكايه دي، بدافع الخوف بقى، بدافع الحب الزياده، بدافع الدلع، اي دافع. المشكله ان الحكايه دي بتفضل معاه لحد ما يكبر، يفضل طول ما هو كبير وحلو كده حاسس ان في حاجات ما يقدرش يعملها، وان لازم حد تاني يكون موجود في حياته هو اللي يعملها له ويوفر له الاحساس بالامان ده، وان في حد بياخد باله منه وبيرعاه حتى ولو كان هو كبير وممكن يعمل كده بنفسه. ده سبب. السبب التاني ان يكون فعلا الطفل ده كان وهو صغير في موقف كان المفروض ان حد يجي وينجده فيه، حصلت له مصيبه في المدرسه وهو ماشي في الشارع وهو في البيت مقفول عليه لوحده، ولما حصلت المشكله دي ما لقاش حد يجي ينقذه، ففضل معاه الاحساس ده من وهو طفل لحد وهو كبير، دايما محتاج حد جنبه ينقذه في المواقف اللي ما يقدرش يعملها، ودايما محتاج حد جنبه يعمل له سبورت ويحسسه ان هو مش لوحده وان في حد حواليه. طيب يا ترى الحكايه دي ملهاش حل؟ لا، الحقيقه ليها حل زيها زي اي مشكله نفسيه بتقابلنا. الحل ده موجود جوانا احنا، نحس ان احنا لا مش محتاجين حد، وان احنا لوحدنا قادرين تماما ان احنا ننقذ نفسنا في مواقف معينه، او ناخد بالنا من نفسنا في موقف محتاج ان احنا لوحدنا نقف فيه. يعني انا كست اقول لنفسي لا انا ممكن افتح علبه الصلصه عادي جدا لوحدي، هعافر شويه وهفتحها مفيش مشكله. او انت كراجل تقول لنفسك لا انا ممكن اروح اقلي بيضه عادي جدا يعني، واروح اعمل لنفسي شاي، ما هياش مشكله ولا هي مصيبه كبيره. ده قياسا على المشاكل الصغننه، لكن في الاكبر من كده اقول لنفسي انا اقدر برضو اسند نفسي واحل لنفسي المشاكل الكبيره اللي متعلقه بالحياه واللي متعلقه بالجانب المادي. اقدر اقنع نفسي انا كست اقدر اصرف على نفسي واقدر اسبورت نفسي، وانت كراجل تقدر تقنع نفسك ان انت لا ممكن جدا ان انت تاخد بالك من حياه ومن اسره وتقدر لوحدك تشيل الدنيا دي كلها لوحدك بدون ما تحتاج مساعده. لو وصلنا نفسنا للقناعه ان احنا جوانا القوه ونقدر نعمل حاجات كتير قوي، الاحساس ده هيترجم لافعال فعلا. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي ساعدت ولو حد فيكم انه يحط رجله على الطريق الصحيح ويفهم نفسه كويس. واستنوني في الحلقه الجايه من كلام الهام.